كولر، انت قبل ما تيجي الاهلي كنت معتزل، واكيد لو سرشت على جوجل هتعرف يعني ايه النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي عملاق القاره. انت ليه ضيعت شخصيه الاهلي؟ على الرغم من اللي انت وقت ما جيت مسكت الاهلي خدت جميع البطولات في جميع المشاركات اللي انت شاركت فيها، وكنت مقرب من تحقيق ارقام حلوه جدا ليك وسي في لا تحلم بيه من قبل مع اي فريق، خصوصا اللي انت جاي من الاعتزال وكان عندك 4 بطولات فقط في تاريخك كله، وجيت مع الاهلي في سنتين خدت لك 11 بطوله، وعرفت يعني ايه النادي الاهلي. وكنت لما كنت بتيجي تلعب بدايتك مع الاهلي كنت بتطوح في اي فريق. ليه شخصيتك اتهزت وضعفت وبقيت تخاف؟ وليه بقيت تحترم المنافس زياده عن اللزوم؟ وليه بقيت تخاف من الخصم لدرجه خوف يخسرك ماتش وبطوله؟ الوحيد اللي عمل قيمه لفريق الزمالك، والوحيد اللي كان بيخاف زياده عن اللزوم في الماتشات دي، وكان اولهم ماتش السوبر الافريقي اللي انت بتحترم المنافس زياده عن اللزوم والخوف ده بيخسرك البطوله والماتش. نفس الكلام في ماتش امبارح قدام صن داونز. شخصيه الاهلي كبيره وعظيمه واي فرقه بتخاف منها. انت جيت من سنتين لعبت مع الاهلي، اي فريق كان بيخاف منك. كنت بتاخد الزمالك ده في الدوري وفي الكاس وفي كل البطولات اللي بتلعب قصاده فيها زي صباح الخير، وكذلك الامر بيراميدز، كذلك فرق افريقيا كلها. انت ايه اللي حصل لك؟ ليه الخوف وانت النادي الاهلي؟ مفيش مباراه خفت فيها الا وخسرتها. احترم الخصم لكن لا تبالغ في الاحترام والخوف من الخصم. وانا بقول لك يا كولر خلاص انت كده تعتبر رصيدك خلص معانا، واحنا مش الجمهور اللي زي ما انت خدت معانا 11 بطوله فهنستناك تخسر 11 بطوله. لا، انت يا حبيبي كده خلاص جبت اخر ما عندك مع الاهلي، والاهلي عمل معاك الصح وزياده ونجمك وعمل لك سي في محترم. كده احنا نقول لك الف شكر يا كولر. انت بقى اتفرج على الاهلي، عشان احنا عندنا شعار الاسد يمرض ولا يموت. اتفرج على الاهلي واخد كل البطولات الموسم الجديد. اتفرج على الاهلي اللي انت في اخر ايامك ما عملتوش بشخصيته او بقيمته الحقيقيه. اتفرج على الاهلي واندم على كل بطوله خسرتها معاه، وكنت انت طريقتك وادارتك للمباراه فيها غلط، واحترامك للخصم كان زياده عن اللزوم. انت اكيد عارف الاهلي وعارف اللي وصلك ليه الاهلي، وانا بقولها لك احنا الموسم الجاي كل البطولات ان شاء الله. وشكرا مارسيل كولر.